السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا من كل مكان، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اخوكم عمرو اشرف من قناتكم على اليوتيوب لفت عمرو اشرف. طبعا بحب اشكر كل الناس اللي بتدعمنا وكل الناس اللي بتكتب لنا كلمة حلوة، كلكم والله العظيم فوق دماغي، وبجد والله يعني بتعليقاتكم وارائكم، الاراء بتاعتكم دي على الفيديوهات دي بالنسبة لي بتبقى والله يعني انا ببقى مبسوط لما بلاقي كومنت ايجابي بيحفزنا ان احنا نعمل فيديوهات تانية ونساعد بيها كل اخواتنا اللي بيحبوا الحمام. قبل اي حاجه اتمنى من كل اللي بيتفرج على الفيديو دلوقتي يعمل لايك للفيديو ويشترك في القناه لو مش مشترك، ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. اما عمرو اتجهنا في فيديو النهارده. يمكن طولت شويه في نزول الفيديوهات، الاسبوع اللي فات ما نزلتش حاجه فغصب عني والله، بتبقى مشاغل الشغل وكده، وبصراحه الواحد يعني ايه عنده يعني بعض من الاحباط كده بسبب اللي داير اليومين دول على السوشيال ميديا، خاصه في غلو الاسعار بتاعت الكلفه. انا بس طالع اتكلم عن الموضوع ده يعني بحاجه بسيطه، حاجه بسيطه بس. وانا يعني ايه مش عايز الناس تفهمني غلط، مش عايز الناس تفهمني غلط. نجيب كده كوبايه الشاي بتاعتنا ونقعد كده نتفرج ونسمع الكلمتين دول وندردش مع بعض. انا طالع بدردش معاكم، قاعد في السلاكه اكنكم قاعدين معايا وبندردش مع بعض. اما عمرو انت عايز تقول لنا ايه؟ انا عايز اقول لكم يا رجاله ان احنا لو بدأنا نركز في السلبيات اللي بتحصل في مجال الحمام هننسى هدفنا وهننسى غاية الحمام. مش اي حاجة سلبية تحصل اذا كانت في اقتصاد البلد او اذا كان في ظروف المعيشة او اذا كان في بعض احباطات من غواي واراء وكومنتات ملهاش اي لازمة. لو فضلت انت كشاب صاعد بتحب الحمام ونفسك يبقى عندك حمام كويس، كل الحاجات اللي انت شايفها حواليك دي هتعمل لك مشاكل، هتخليك متبرجل. طب اكمل في غاية الحمام ولا بطل حمام؟ طب افضل اربي الحمام اللي انا بحبه والحمام اللي انا نفسي يبقى عندي منه مستويات جميلة، واللي انا حاجة انا بتمنى ان انا اطلع كده بس اشوفها واتفرج عليها. هتلاقي الاراء السلبيه دي لما بتخش في دماغك بتعمل لك احباط، زي الاحباط اللي انا بتكلم عنه، اللي هو انت ايه بتقول لا دي الغيه على طول كده، ايه ده الغيه بقت تروح في تاخر في تاخر في تاخر، احنا فين؟ الكلفه عماله تزيد، الناس مش عارفه تبيع الزيادات بتاعتها اذا كانت بقى سارده او اذا كانت حمام كويس. الموضوع يا جدعان مش كده خالص. انا بجيب لكم الاراء اللي انا سمعتها على السوشيال ميديا وشويه الكلام اللي مش عاجبني انا شخصيا. يعني انا لا اطلع اقول حاجه كويسه احاول يعني ايه اهدي بقى الدنيا، وان انا اقول للناس لا يتمسكوا بالحمام المصري بتاعنا، عشان الحمام المصري بتاعنا ده يا جدعان لو اندثر خلاص بح مش هنعرف نرجعه تاني، زي ما في انواع كتيره بسبب دخول انواع تانيه عليها ضاعت. فبرضك ازمه الكلفه دي ممكن مع كم الاحباط الموجود على السوشيال ميديا ده ممكن يخلينا نفقد الحمام، ممكن يخلينا نفقد الحمام. طب ايه الحل؟ وانت شايف حل ايه نعمله يا عم عمرو؟ طب انت طالع بتقول نهدى كده ونفكر بعقل ونحاول نسمي باسم الرحمن كده ونشوف هنعمل ايه في غلو الاسعار ده. انا واحد من ضمن الناس برضك اللي متضايق. انا مش بقول ان انا مش متضايق، ومش بقول ان لا مش فارق معاك كلفه غاليه او رخيصه، لا انا متضايق وزعلان لانها حاجه طبعا بتعمل عبء على الغاوي، ومش كل ظروف الغوا زي بعضها. في واحد عنده 10 حمامات بيخدمهم، في واحد عنده 20 حمايه، في واحد عنده 100 حمامايه، في واحد عنده 300,000 حمامايه، يعني وات ايفر للرقم. في ناس عندها مزارع، عندها اعداد كبيره.
فكل دي تكلفه وكل ده عبء. لما الكلفه بتزيد كل ده بيبقى بالنسبه لهم مفيش ربح، هم عاملين يخسروا. فاحنا مش عايزين يا جماعه نودي الغيه في الحته دي، مش عايزين نودي غيه الحمام في الحته دي، حته ان احنا نفضل نحقن احباط في الناس لحد ما الناس تدبح في الحمام. انا كل ما افتح الفيسبوك الاقي واحد يقول لك انا بذبح الحمام، كل ما افتح الفيسبوك الاقي واحد يقول لك انا بصفي، اللي عايز يجي ياخد الحمام بخساره انا ببيعه. طب ليه يا جدعان؟ صدقوني لو انتوا فعلا بتحبوا الحمام هتندموا على ده، لو انتوا بتحبوا الحمام هتندموا، لان هي في الاول والاخر هي الغيه دي هوايه، هي هوايه. انا بربي حاجه مش عشان مستني منها ان انا اطلع فلوس وافرخ وابيع وابقى متصيط اقول له بص فرد حمد عامل ازاي وانا ده بعت ب10 وده بعت لها ب20. الغيه مش كده، غيه الحمام مش كده، مش ان انا جبت فرد حمام ده بص فرد الحمام ده طلع فلان فصله لي ب 15000 جنيه، فلان ده فصل لي فرد الحمام ده ب 20000 جنيه، ده مش عارف مين خد مني حمامتين ب 30000 جنيه. الغيه مش كده، غيه الحمام مش كده، غيه هي غيه مزاج. انا عندي حمامتين ايا كان مستواهم بطلع اتفرج عليهم وانا مبسوط، هم عاجبني، انا بطلع اتكيف كده كوبايه الشاي وبقعد كده زي ما انا قاعد على اي حاجه. الغيه بسيطه قوي، يعني بص انا قاعد على ايه؟ انا قاعد على جيركن، بقعد كده اهو مع كوبايه الشاي وبستمتع باللي انا بتفرج على الحمامات دي، بشوف الذكر ده بيغزل النتايه دي. مش هي الغيه كده، هي دي غيه الحمام. مش شرط ان انا ابقى مالتي ملياردير عشان اعرف ان انا اربي حمام. ممكن تخفوا الاعداد يا جماعه، الناس اللي فعلا عندها اعداد كتيره وهي بتحب الحمام مش للتجاره، بتحب الحمام للحمام، حاولوا تخفوا الحمام شويه. يعني ايه تخفوا الحمام؟ عشان برضك الموضوع ما يتفهمش غلط. يعني لو انت بتربي 3 تلوان او 4 تلوان او 5 تلوان، قلل الالوان دي او خلي اعدادهم قليله. يا عم لو انت حاببهم كلهم وعايز تشوفهم كلهم عندك قللهم، ما تروحش تربي لي 100 نوع في وقت واحد، وصدقني ده هيعمل لك برجله ومش هتعرف تركز فيهم. هي برضك يا جماعه يعني ربنا خلق لنا عقل نميز بيه، نربي لون 2 3 بالكتير، مش لازم نربي 6 7 تلوان 8 تلوان مع طحجين. هيبقوا عايزين طحجين كتير، مع يبقوا عايزين مكان للتشبيب، لانك بتفرق عايز تقابل عايز تشبب، تسيب الحمام يوصل لحد ما يبلغوا عشان تقدر تشوف مواصفاته، اذا كان هيقعد اذا كان هيمشي تعرف تفرزهم. ما هو فرد الحمامه رجاله ما بيبانش مواصفاته كامله غير لما بيبلغ. يعني ايه يبلغ يا عم عمرو؟ يعني خلاص يصم، يبقى تبقى انت سايبه كده في المجموعه بتتفرج عليه. فرد الحمام ده لا، فرد الحمام ده